السلام عليكم. هل تعلم أن هناك عادات نمارسها يومياً؟ أكثر من 90% من الناس يفعلونها، لكنها قد تدمر صحتك بعد 7 سنوات وأنت لا تشعر. اليوم سأتحدث معكم عن أخطر العادات التي تدمر صحتك ببطء ومن دون أن تنتبه. أولاً، الضغط النفسي والكتمان. كتم الحزن اليوم قد يولد خوفاً في المستقبل. تبدأ تخاف أن تتكلم، تخاف أن تعبر عن رأيك، وتخاف حتى من الحديث مع الآخرين. الضغط النفسي إذا لم يتم تفريغه يتحول مع الوقت إلى أمراض نفسية وأمراض جسدية. ثانياً، قلة الحركة. إذا كنت اليوم قادراً على حمل 50 كيلوغراما وبقيت 5 سنوات دون حركة ونشاط، فقد تصاب بكسل دائم. قد يصبح من الصعب عليك حتى حمل 10 كيلوغرامات، والعودة إلى قوتك السابقة تصبح شبه مستحيلة. الجسم إذا تعود على الكسل يصعب عليه الرجوع إلى النشاط. ثالثاً، تجاهل الأمراض البسيطة. ألم في الركبة، صداع في الرأس، ألم في المعدة يذهب ويعود. لا تقل أمر عادي. كثير من الآلام البسيطة إذا لم تعالج في وقتها تتحول إلى أمراض مزمنة، ويصبح علاجها أصعب مع الوقت. رابعاً وأخيراً، الإدمان على العادة السرية. لن أطيل الحديث، سأقول لك شيئاً واحداً فقط: الإفراط في ممارستها ومشاهدة المواد الإباحية يسبب ضعف التركيز، إرهاقاً نفسياً، ومع الوقت قد يؤثر على الرغبة والانتصاب حتى في سن مبكرة. إذا كنت تمارسها فلتكن بدون إباحية وبتحكم وليس بإدمان. صحتك ليست شيئاً مؤجلاً، صحتك هي حياتك. العادات الصغيرة اليوم تصنع أمراضاً كبيرة غداً. إذا كنت تحب نفسك، ابدأ بالتغيير من اليوم. إذا شعرت أن هذا الفيديو مهم، لا تنسى الإعجاب بالفيديو، واكتب في التعليقات أي عادة ستتوقف عنها من اليوم، واشترك في القناة لتصلك فيديوهات تفيدك في حياتك.